أعطيني سلالاتكم، أعطيني السلالات التي تعاقبت على حكم بلدكم. لم يحكمكم سوى الأتراك العثمانيين والأسبان والفرنسيين وبعض الإيطاليين إلى غير ذلك. بالطبع المغاربة حكموكم لأنكم كنتم جزء من المجال المغربي. في بقية الفيديو هو يصف المغاربة بشعب اليهود، ولكن على الأقل اليهود لم يقفوا في الأمم المتحدة وفي المنابر الدولية للدعوة إلى تقسيم المغرب، مع كامل اختلافنا مع الاحتلال. ما راناش قابلينهم فيزا سون فيزا، ما راناش قابلينهم. هاد الناس اللي بينوا العداوه نتاعهم والكراهيه نتاعهم للجزائر، يعني من رمضان يخرجون هذا الخرج هذا التمر الجزائري ماناش قابلينه، احنا ماناش قابلين. عذرا يا مصطفى بونيف. الدخل الفردي في الجزائر يفوق 400,000 دولار سنويا. على ماذا سيحصدكم المغاربة؟ ما هو مستوى معيشتكم حتى يذهب المغاربة ليعيشون عندكم وليعملون عندكم؟ حتى إن كان هناك بعض المغاربة وهذا وارد فهم على رؤوس الأصابع. ولكن على كل حال أن تدعو إلى طرد الناس مواطنين لدولة أخرى، على كل حال هم مواطنون عرب، أن تقوم بالدعوة جهارا نهارا لطردهم ولو باستخدام القوة، والفيديو تتمة الفيديو فيها كل شيء، فهذا يعرف عن أو يعطينا انطباع عن من تكون أنت. أنا لن أعمم ولن أقول الجزائريين، لأن الشعب الجزائري هو شعب عظيم وشعب شقيق للشعب المغربي وشقيق لكل الشعوب العربية والإسلامية في كل مكان. وأنت تتحدث عن المراركة. والله ما كنت أريد أن أتحدث بهذه الصيغة التي سأتحدث بها الآن، ولكن على كل حال قد اضطررنا لأن نتحدث بها. حتى لهجتكم المراركة وإلى غير ذلك من لهجتك، والله لا أنت بعربي ولا أنت بأمازيغي ولا أنت بأفريقي، أنتم بقايا الفرنسيين والأتراك والعديد من الشعوب التي تعاقبت على السيطرة على الجزائر. وارجع إلى التاريخ، ارجعوا إلى التاريخ. لم تمر دولة جزائرية واحدة في التاريخ. الدولة الجزائرية الوحيدة أسسها الاحتلال الفرنسي. لم تكن في يوم من الأيام دولة اسمها الجزائر. ولكن إذا تحدثنا عن المغرب نتحدث بحقائق، نحن نتحدث بحقائق. اذهب إلى مصر، اذهب إلى السعودية، اذهب إلى جميع بلدان العالم وافتح كتبهم ومراجعهم التاريخية، ستجد عندما يتحدثون عن منطقة شمال أفريقيا لابد أن يتحدثوا عن القوة التي كانت تسيطر على المجال في شمال أفريقيا. كانت دائما هي المملكة المغربية، كانت دائما هي بلاد المغرب، كانت دائما هم الموحدون، هم المرابطون وهم الموحدون، وقبلهم كانوا الأدارسة، وبعدهم جاءوا اللينيون، ثم جاءوا الأشراف السعديين. أعطيني سلالاتكم،
أعطيني السلالات التي تعاقبت على حكم بلدكم. لم يحكمكم سوى الأتراك العثمانيين والأسبان والفرنسيين وبعض الإيطاليين إلى غير ذلك. بالطبع المغاربة حكموكم لأنكم كنتم جزء من المجال المغربي. كنتم جزء من المجال المغربي. الآن سأتحدث عن في بقية الفيديو هو يصف المغاربة بشعب اليهود. سأقول له شيء واحد: اليهود مع احترامنا لجميع الديانات وجميع الطوائف، ولكن على الأقل اليهود لم يقفوا في الأمم المتحدة وفي المنابر الدولية للدعوة إلى تقسيم المغرب، مع كامل اختلافنا مع الاحتلال، مع كامل اختلافنا مع الاحتلال. ولكن لم يسجل التاريخ أن الدولة العبرية قامت بأي شيء ضد وحدة المغرب الترابية. ولكن الجزائر الشقيقة الجارة، من نمتلك معهم وحدة اللغة، وحدة الدين، وحدة المصير، الجغرافيا، الهواء، الماء، كل شيء نشترك فيه، يعملون ليل نهارا جهارا نهارا على تقسيم بلد جار. بالله عليكم من ينطبق عليه الوصف، لأنني لن أصف أناسا بأوصاف هم لا يحبونها، ولكن سنتحدث وسنوصل صوتنا إلى كل الشعوب العربية حتى تعرف حقيقتكم، ولكن بأدب. ثم لا تزايد على المغاربة بغزة ولا بفلسطين. حسب الإحصائيات 90% من المظاهرات التي خرجت في شمال أفريقيا، نقصد هنا ليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا، 90% من المظاهرات المؤيدة للحق الفلسطيني كلها خرجت من المغرب، وكلها خرجت في المغرب. أين مظاهراتكم؟ الشعب يريد أن يخرج في مظاهرات، لكن النظام العسكري يخاف أن تتحول هذه المظاهرات إلى مطالبة بإسقاط العصابة. حقائق. لكن في المغرب الأمر مختلف تماما. خرجوا طيلة منذ بداية العدوان، المغاربة دائما كانوا يخرجون. نعم، وارجع إلى الفيديوهات وترى المغاربة يعني هذه الفترة كلها دازت مظاهرات، مرت مظاهرات مؤيدة. فلا تزايد علينا وعلى المغرب بفلسطين. القدس أو بيت المقدس أو العاصمة الدولة الفلسطينية بها باب يقال له باب المغاربة، لا يقولون له باب الجزائريين ولا باب، مع احترامنا لشعب الجزائر العظيم، لكن باب المغاربة. والمقصود بالمغاربة كل الشعوب التي كانت تحكم انطلاقا من مراكش أو من فاس. حقائق التاريخ يا سيد، حقائق التاريخ. ماذا ستقول أمام حقائق التاريخ؟ حقائق التاريخ الذي لا ولن تجد له حلا. حقيقة. الدولة اليتيمة هي من أسسها الاستعمار الفرنسي،
هي من أسسها الاحتلال الفرنسي، وترك بعده زمرة من العسكريين ذوي العقلية الفاشية الذين همهم الوحيد هو تدمير الأمم وتقسيم المقسم وتجزيء المجزأ والعمل نهارا جهارا من أجل خلق الفتن بين الأمم والشعوب. حفظ الله المغرب، وحفظ الله شعب المغرب، وحفظ الله حكام المغرب. في يوم من الأيام سيسقط نظام العسكر، وسيتوحد الشعبان ضمن اتحاد مغاربي إن شاء الله. لا بد لهذا أن يحصل. اذكروا ما أقول، لا بد لهذا أن يحصل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.